تخيل كده تصحى من النوم، تمسك موبايلك، تلاقي إشعار بيقولك تم إضافة رصيد لحسابك وإنت أصلا كنت نايم. لا ده سحر ولا شعوذة، ده واقع ناس كتير زيك في 2026 قرروا يشغلوا دماغهم ويستغلوا النت صح. النهاردة أنا مش جاي أبيع لك الهوا في أزايز، أنا جاي أديك 4 مفاتيح لأبواب رزق حقيقية. أي حد معاه موبايل أو لابتوب يقدر يفتحهم، حتى لو أبيض يا ورد وما يعرفش أي حاجة في التكنولوجيا. والأهم من ده كله إن رابع مفتاح فيهم هو الخلاصة اللي محدش عايز يقولك عليها، المجال اللي ممكن يغير حياتك في أيام. ركز معايا قوي عشان الزتونة كلها في آخر الفيديو ده. يا أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد على قناة ابدأ صح، المكان اللي بيجيب لك من الآخر. الأول وقبل أي كلام خلونا نعطر لساننا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة الفيديو ده غير، لأني مش جاي أرص كلام نظري واجري. المجالات الأربعة اللي اخترتهم لك دول متفلترين عشان يناسبوا المبتدئين في 2026، ناس عايزة تشوف فلوس حقيقية من غير حوارات كتير. يلا بينا، كوباية الشاي بتاعتك وتعالى أقولك إزاي تبدأ صح. أول مجال معانا وده بنسميه تعب مرة واحدة والقبض كل شهر، بيع المنتجات الرقمية البسيطة. زمان عشان تتاجر كان لازم بضاعة وشحن ومخازن، وجع دماغ. دلوقتي المنتج ممكن يكون ملف انت بتعمله مرة واحدة بس وتبيعه لمليون شخص. هتقولي طب وانا هبيع ايه؟ يا سيدي الموضوع أبسط مما تتخيل. ادخل على موقع كانفا المجاني واعمل قوالب بسيطة زي جدول مذاكرة، سي في احترافي، أو منظم للوقت. الحاجات دي الناس بتموت عليها وبتشتريها كل يوم. التركاية هنا إن كانفا عليه أصلا قوالب جاهزة، انت بس بتغير الألوان وتعدل الكلام وتحفظها PDF. بعد كده ارفع الملف ده على مواقع زي جام رود وبيعه بسعر رمزي $5 مثلا. تخيل لو 20 واحد بس اشتروه في الشهر، ادي $100 وانت حاطط رجل على رجل والملف هو بيتباع لوحده. ده احلى دخل سلبي للمبتدئين. تاني مجال هو التطور الطبيعي ليك في 2026. استخدم الذكاء الاصطناعي عشان تخدم غيرك وتعمل قرشين حلوين. المجال ده هو بيع خدمات ال AI. الفكرة هنا انك تكون وسيط ذكي. هتروح على مواقع الخدمات زي خمسات أو فايفر وتعرض خدمات زي تلخيص الفيديوهات، كتابة إيميلات للشركات، أو توضيح الصور القديمة. العميل بيطلب الخدمة، أنت بتدخل على تشات جي بي تي أو أدوات تعديل الصور المجانية، تخلص الشغل في دقيقة وتسلمه. أنت هنا بتبيع وقتك ومعرفتك بالأداة. التركاية هنا إنك تتخصص في حتة واحدة بس، وهتلاقي طلبات بتجيلك لأن الناس مش فاضية تتعلم الأدوات دي. بالمناسبة، لو وصلت للدقيقة دي يبقى أنت شخص جد وعايز فعلا تبدأ صح. فانزل دلوقتي اخبط اللايك والاشتراك عشان أعرف إن النوع ده من المحتوى بيفيدك وأكمل لك فيه. المجال الثالث للي بيحبوا السوشيال ميديا بس مكسوفين يطلعوا بوشهم. الفكرة ببساطة إنك هتعمل قنوات شورتس أو تيك توك متخصصة في مراجعة منتجات البيت الذكية. هتجيب فيديوهات دعاية للمنتجات دي من على علي إكسبريس وتعمل مونتاج بسيط وتحط رابط المنتج بتاعك في البايو. كل حد هيشتري انت بتاخد عمولة. المنصات دي بتدعم المحتوى ده جدا وبتديله وصول عالي ببلاش. السر هنا في الزن. نزل فيديو كل يوم وشوف النتائج بعد شهر. تعال بقى، سيب اللي في ايدك وركز معايا بقلبك. وصلنا للكنز وللمجال اللي انا شخصيا بفضله وبنصح بيه اي حد عايز يعمل فلوس بسرعة. المجال ده هو الربح من الدايركت لينك او الرابط المباشر. يعني ايه؟ هنا انت لا بتباع بضاعة ولا بتقنع حد يشتري. انت كل مهمتك ان الزائر يضغط على الرابط بتاعك. بمجرد ما يضغط ويشوف الإعلان انت بتكسب بالدولار. شركات زي ادستيرا بتقدم الميزة دي. الحلو هنا انه سريع. ترافيك يعني زوار يساوي فلوس فورية. بس استنى، المشكلة اللي بتواجه كله هي اجيب زوار منين وازاي احمي حسابي من الحظر. لان لو اشتغلت غلط وعملت سبام حسابك هيطير في ثانية. وعشان أنا عايزك تنجز وتجيب من الآخر وتوفر على نفسك لف ودوران، أنا جهزت لك الخلاصة في كورس سميته تحدي $100، دليلك الشامل للربح من دايركت لينك. الكورس ده مش رغي، ده 30 محاضرة عملية ساعتين وشوية بياخدوك من الإيد من الصفر لحد ما تسحب أرباحك. بص باختصار هتطلع منه بإيه؟ التأسيس الصح عشان حسامك ما ياخدش بان وتضيع فلوسك. صفحات الهبوط، هعلمك تعمل صفحة احترافية على بلوجر تجبر الزائر يضغط وهو مطمن. بوت التليجرام، ودي الأقوى، هتعمل بوت يشتغل مكانك ويوزع الروابط ويجيب زيارات وانت نايم. الزوار،
هقولك تجيب آلاف الزوار إزاي ببلاش من غير إعلانات ممولة. الكورس ده معمول عشان تكسر حاجز $100 ليك الأول. ومش بس كده، انت ليك تحديثات مجانية للطرق الجديدة عشان تفضل تكسب، وكمان دعم فني دائم معاك لو وقفت قدامك أي حاجة. فلو عايز توفر على نفسك سنين تجربة وتدخل في الجد على طول، الرابط موجود في الوصف تحت الفيديو. ادخل شوف التفاصيل وابدأ رحلتك النهاردة قبل بكرة. في النهاية يا صديقي، الفرق الوحيد بينك وبين اللي كسب إنه بدأت. المعلومات لوحدها مش كفاية، التنفيذ هو الحل. ابدأ في المجال اللي يريحك، ولو عايز الأسرع الكورس موجود ومستنيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.